السلام عليكم. سميتي هاجر موريش، من مواليد 1994، من إيموزار كندر، مرات الفنان أحمد الله رويشة ابن المرحوم محمد رويشة الله يرحمه. وهذا هو العقد. تزوجت بهذا السيد هذا على سنة الله ورسوله، وعشت معاه في دارهم. من بعد شهر المعاملة ديالو وديال الأسرة ديالو تبدلات معايا. الأم ديالو كانت كتعاملني كخادمة، والزوج كذلك. عمرو ما عاملني معاملة الزوجات، كان كيعاملني بحال شي خدامة. كان كيشرب كل ليلة، كيجيب صحابو معاه للدار والشراب، وينوضني في 3 الصباح نتسخر عليهم ونقاد ليهم الطبلة. وفوق هادشي كامل نخرج من بيتي نشوف فين غادي نعس وهما يكملوا فيه السهرة حتى الصباح. كان كيطلب مني ندير شي حوايج اللي ماشي في طاقتي وما في طاقة اي مرة، وإلا انا رفضت كان كيهددني بالحديده سخونه، ولا يزر واحد السلاح ديال الضو كان كيهددني به انه يديروا لي على قلبي، وشي طرق بشعه ديال الضرب كان كيعاملني بهم. بقيت هكذاك حتى حملت. ملي انا حملت زاد العنف ديالهم معايا، بحال اللي الام ديالو ما بغاتش الدراري كانت كتعايرني وتسبني، وهو كذلك كان كيضربني تقريبا كل ليله وعارفني انا حامله. والنهار ديال العيد الكبير في الصباح د العيد ناقشت انا وياه نقاش بسيط. دخلت الام ديالو وطردتني من البيت الزوجيه، جرات عليا وجابت لي مول طاكسي وبالشهاده ديالو وصلني حتى لدارنا في الصباح ديال العيد الكبير. وفعلا جيت لدارنا وجلست شهر ونص في الدار، حتى شي واحد فيهم ما سول عليا ولا حتى جا خالو. صيفطوا لي خالو، جا رغموني الوالدين ديالي اني نرجع، حيت هما ما قابلينش اني نرجع عندهم. ورجعت لنفس المشكله، رجعت للضرب والسبان. كانوا كيعاملوني واحد المعامله بحال اللي كيقولوا لي شكون اللي قال لك ترجعي عندنا، حنا ما بغيناكش، حنا ما بغيناش الدراري. ضربني الزوج ديالي واحد النهار الكرشي وانا حامله، شدني الحريق وداوني للطبيب من الخوف. ملي داوني للطبيب قال لهم بلي انا حامله بالتوام، وها الشهاده اللي كتثبت اني حامله بالتوام. ملي عرفوني حامله بالتوام زادوا العنف على عنف، والضرب ومعامله ما كتليقش بأسرة المرحوم محمد رويشة. بقيت هكذاك كيضربوني كل نهار ويسبوني حتى النهار 25 في شهر 11 2014. هاد المراه هادي تكرفصات عليا بزاف داك النهار، ضرباتني وسباتني وهددتني بالقتل، هددتني باللي غتقتلني الا انا ما خرجتش ليها من دار المرحوم، وانا ما عنديش فين غادي نمشي. جراتني من يدي تخرجني للزنقه بحكم اني ما عنديش حتى شي واحد في خنيفره. طلبت منها وبكيت ورغبتها تخليني غير على ما تجي الام ديالي، وديك الساعه نشوف شنو غادي ندير. قالت لي ما غتبعتيش هنايا. وفعلا صونيت الوالده ديالي وجات لعندي. ملي جات لقاتها خوات ليها الدار، حيت عارفه غادي تدخل بالصلح. خوات ليها الدار وما ما لقات حتى شي واحد تما، لقات غير مرات خوها، خلات غير مرات خوها تما وانا والابناء ديالها. وكانت كتصيفط ليها الناس وكتقول ليها قالت لك زينب دي عليها بنتك، دي عليها بنتك ما تبقاش هنايا. وكتصوني في التليفون لمرات خوها وكتقول ليها قولي لها تدي عليا بنتها، انا ما بغيتهاش. من بعد جا الزوج ديالي مع 3 الليل، جا وجاب سكيريه دراري وبنات، وبقاو كيهضروا الهضره اللي دون المستوى وكيغوتوا. والام ديالي تخلعت بزاف حيت ما عمرها شافت داك الجو، وانا كذلك. وبقى كيغوت عليا وكيردد نفس الهضره اللي كتقول لمو، خرجي عليا وانا ما قابلكش، وانا ما عندي ما ندير بالدراري، وانا ما قادش، وسيري بحالك. وكيقول الوالده ديالي باللي الام ديالو قالت له غادي تزوج ليه 4، وباللي انا وباللي الا ما ديتيهاش انا غادي نقتلها. ملي قالت ليه الام ديالي باللي الاب ديالها ما قابلهاش ترجع لعندو، واي اب ما غيبغيش بنته ترجع عنده وهي مظلومه وحامله بالتواب وهو على قد الحال. قال لي ماشي سوقي، ما حنش قلبو عليا، طردني من بيت الزوجيه وخرجت بالبالي زاد الحوايج ديالي وحتى الفلوس ديال الطاكسي الام ديالي اللي عطاتهم لي. انا ما كانش عندي حتى ريال في الجيب. خرجت من تما وبحكم اني ما عنديش فين غادي نمشي، مشيت من تما لمركز الشرطه. ملي مشيت للمركز رفعت الشكايه طرد من بيت الزوجيه،
وطلبت منهم يردوني لداري. ملي عيطوا ليه قال لهم بلي انا مسافر وهو ما جاش للمركز. انا خليته في الدار، ما جاش غير حيت كان شارب، حيت كان سكران، داكشي علاش ما جاش. بقيت تما كنتلاوح حتى الليل. جا هو والام ديالو ملي لقاو اني رفعت شكايه طرد من البيت الزوجيه، رفعوا بيا شكايه كيديه اني سرقت لهم انا والوالده ديالي وسام ملكي، وسرقت لهم 1.5 مليون، وقطعت حوايج في الدار وتحف فنيه نتاع المرحوم. الباب اللي فيه التحف، الصالون اللي فيه التحف الفنيه نتاع المرحوم كيكون ديما مسدود. انا ما كنسرق حتى شي وسام ملكي، تهموني تهم باطله حيت هاد الناس ما بغاوش ولادي اللي هما ولادهم، وما بغاونيش وضيعوا لي حياتي، ظلموني وخرجوا عليا. وانا الوالد ديالي ما قابلنيش، وما عنديش فين غادي ندي هاد التوام، ما عنديش فين غادي نمشي، وما عندي لا فين ولا منين نربيهم. ومع العلم ان الاب ديالهم ميسور وعايش، وهبوا جلاله الملك نصره الله وسام بقيمه 10,000 درهم كل شهر كيشدوها. وانا فقيره ما عندي حتى شي حاجه، ما عنديش منين غادي نربي هاد الولاد ولا فين غنكبرهم. هما رفضوا ولادي ورفضوني ورفعوا بيا دعوه ديال الطلاق، وانا ما عنديش فين غنمشي. بغيتهم يجمعوا الشمل د ولادهم وبغيتهم يجمعوا ولادهم. انا كنطلب من جلاله الملك نصره الله يشوف من حالتي ويرد لي حقي. لا انا عندي شي حق انا ولادي يردوا لينا، كنطلب منه يعاوننا. انا هاد الناس ظلموني وخرجوا لي على حياتي، بغيت حقي يرجع ليا منهم، وبغيت نبين للناس حقيقه اسره المرحوم محمد رويشه اللي كون كان عايش ما كانش غيخلي حفايدو يعيشوا بعدين عليه ولا يخليني نعيش هاد الظلم اللي ظلموني هاد الناس هادو. كنطلب من جمعيات حقوق المراه تعاوني والطفل عاونوني. انا بغيت نرد حقي، بغيت ولادي حقي وحق ولادي ما يضيعش. كنترجاك جلاله الملك نصرك الله، كنترجاك تعاوني وتعاون وليداتي. وكنشكر الناس اللي سمعوا ليا وكنشكركم بزاف وشكرا.